أهلا بيك في أوكتابو. في الفيديو ده هنبدأ مع أول خطوة لفرق التسويق داخل المنصة. هنشرح أساسيات أوكتابو وإزاي تتعامل مع لوحة التحكم، القوائم الرئيسية، البراندات والإعدادات الخاصة بشركتك. لو عندك حساب بالفعل تقدر تسجل الدخول باستخدام الإيميل وكلمة المرور الخاصة بيك، ولو أنت شركة جديدة تقدر تنشئ حساب جديد وتستمتع بتجربة باقة ريادة الأعمال لمدة شهر كامل مجانا. أول ما تدخل على أوكتابو هتكون على لوحة التحكم الخاصة بشركتك. في أعلى الشاشة تحت لوجو أوكتابو هتلاقي اسم شركتك ظاهر بوضوح، وده معناه إنك واقف دلوقتي جوه مساحة العمل الخاصة بشركتك كفريق تسويق. وفي منتصف الشاشة هتشوف إحصائيات شاملة عن كل البراندات أو العملاء اللي أنت مسجلهم وبتشتغل معاهم من خلال المنصة. الإحصائيات دي بتديك نظرة عامة وسريعة عن أداء الشغل وعدد البراندات وحالة الليدز والرسائل حسب البيانات المتاحة عندك على النظام. وطبعا أوكتابو مصممة علشان تكون سهلة ومريحة في الاستخدام. تقدر تستخدم المنصة باللغة العربية أو الإنجليزية، وكمان تقدر تختار شكل العرض اللي يناسبك، الوضع النهاري أو الوضع الليلي، وده مهم خصوصا لو بتشتغل ساعات طويلة وعايز واجهة مريحة للعين حسب طريقة شغلك وتعودك. تقسيمة المنصة بسيطة جدا، عندك مكانين أساسيين بس هتتنقل من خلالهم بين أغلب إمكانيات أوكتابو. أول مكان القايمة العلوية فوق، وتاني مكان القايمة الجانبية. القايمة الجانبية ممكن تكون على الشمال أو على اليمين حسب اللغة اللي انت مختارها في المنصة. أما الجزء اللي في النص فهو مكان تنفيذ الأوامر، يعني أي صفحة تفتحها أو أي ميزة تستخدمها أو أي بيانات تعدلها هتظهر وتشتغل هنا في منتصف الشاشة. خلينا نبص على القايمة الجانبية الأساسية. أول جزء عندك هو الإحصائيات، ودي الصفحة اللي احنا واقفين عليها دلوقتي. هنا بتشوف الأرقام العامة الخاصة بشركتك والبراندات اللي بتديرها. تاني جزء هو البراندات أو العملاء، وده المكان اللي بتشوف فيه كل البراندات اللي شركتك بتديرها على أوكتابو. يعني لو انت وكالة تسويق وكل عميل عندك ليه براند مستقل هتلاقيهم كلهم موجودين هنا. تالت جزء هو الإعدادات، ودي الإعدادات الخاصة بشركتك نفسها كوكالة أو كفريق تسويق. وخد بالك من نقطة مهمة، في أوكتابو عندنا نوعين من الإعدادات، إعدادات خاصة بشركتك أنت كفريق تسويق، وإعدادات خاصة بكل براند أو عميل بتضيفه على المنصة. الفرق بينهم مهم جدا. إعدادات الشركة بتخص بيانات شركتك، فريقك الداخلي، وصلاحيات المستخدمين اللي شغالين معاك. أما إعدادات البراند فهي بتخص العميل نفسه، قنوات التواصل، فريق المبيعات الخاص بالبراند، وإعدادات التعامل مع الليدز ورسائل الخاصة بيه. بالنسبة للبراندات أو العملاء عندك طريقتين علشان تتعامل مع كل براند لوحده. الطريقة الأولى من القائمة الجانبية، اضغط على زرار العملاء أو البراندات، هتظهر لك قائمة بكل العملاء أو البراندات اللي عندك ومعاهم معلومات سريعة عن كل براند. من هنا تقدر تختار البراند اللي عايز تشتغل عليه وتضغط على زرار إدارة، بعدها أوكتابو هينقلك تلقائيا لصفحات إدارة البراند المطلوب. الطريقة التانية أسرع، تقدر تختار البراند مباشرة من القائمة المختصرة للبراندات اللي موجودة جوه القائمة الجانبية، ودي مفيدة لو بتتنقل كتير بين أكتر من براند خلال اليوم. بمجرد ما تختار البراند هتدخل على مساحة الإدارة الخاصة بيه وتبدأ تشتغل على القنوات، الرسائل، الليدز والإعدادات المرتبطة بيه. مهم تعرف إن العدد الأقصى للبراندات أو العملاء اللي تقدر تضيفهم بيختلف حسب الباقة اللي أنت مشترك فيها، وكمان بيختلف حسب اشتراكك في خدمة الذكاء الاصطناعي أو مساعدات الذكاء الاصطناعي. يعني كل باقة ليها حدود وإمكانيات مختلفة حسب حجم شركتك وطبيعة شغلك. آخر جزء مهم في الفيديو ده هو الإعدادات. من إعدادات الشركة تقدر تتحكم في المعلومات الأساسية الخاصة بشركتك زي اسم الشركة، بيانات الحساب، وأعضاء فريق العمل داخل شركتك. وهنا بنرجع لنقطة مهمة جدا، في فريقين ممكن تتعامل معاهم على أوكتابو، فريق شركتك أنت كوكالة أو كفريق تسويق وده بتديره من إعدادات الشركة، وفريق المبيعات الخاص بكل براند أو عميل وده بتضيفه من جوه إعدادات البراند نفسه، لأنه مرتبط بفريق العميل البيعي مش بفريقك أنت كشركة تسويق. يعني فريق التسويق بتاعك ليه صلاحياته ومساحته، وفريق المبيعات الخاص بالعميل ليه إعداداته وصلاحياته جوه البراند بتاعه، وده بيساعد إن كل طرف يشتغل في مكانه الصح من غير لخبطة في البيانات أو المسؤوليات. خلينا نراجع بسرعة اللي شرحناه في الفيديو ده. عرفنا إزاي نسجل الدخول على أوكتابو، ولو أنت شركة جديدة تقدر تنشئ حساب جديد وتبدأ تجربة باقة ريادة الأعمال لمدة شهر مجانا. شفنا لوحة التحكم الخاصة بالشركة، عرفنا مكان اسم الشركة والإحصائيات العامة، اتكلمنا عن تغيير اللغة والوضع الليلي والنهاري، شرحنا القائمة العلوية والقائمة الجانبية ومنطقة تنفيذ الأوامر في منتصف الشاشة، وشفنا الفرق بين إعدادات الشركة وإعدادات كل براند أو عميل. في الفيديو اللي جاي هنشرح إزاي تضيف براند جديد داخل أوكتابو، وبعدها هنبدأ نشوف إزاي نربط قنوات التواصل الخاصة بالبراند علشان كل الرسائل والليدز تبدأ تظهر في مكان واحد. كده أنت جاهز تبدأ أول خطوة في تنظيم شغلك على أوكتابو. أهلا بيك في أوكتابو.